اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول سلسله في افلام بويكا الخطير على قناتنا، قناه بتاع افلام. ما تنساش اللايك والشير وتفعل زرار الاشتراك في القناه عشان يوصلك كل ملخصاتنا. يلا بينا. بيبدأ فيلمنا ببطل العالم في الملاكمة جورج، وبيكون جورج بطل العالم في الملاكمة بيعمل إعلان لشركة روسية، وبيكون عنده مشكلة كبيرة جدا في اللغة. ده اللي بيخلي مخرج الإعلان يتنرفز ويوقف الإعلان ويخليه يعيد أكتر من مرة. جورج بيتعصب من معاملة المخرج وبيكسر الإزازة وبيشتمه وبيمشي، وفي اللحظة دي بيتدخل مدير أعماله وبيقول له إن أنت لازم تستحمل عشان أنت معكش فلوس. بيضطر يكمل الإعلان غصب عنه. وبعدها بنروح للسجن في روسيا، وبيكون المقاتل بويكا ظاهر في الصورة، وهو بيكون أقوى مقاتل في السجن. وبيكون المقاتل بويكا لعب 34 مباراة وما خسرش في ولا مباراة لغاية دلوقتي. وبويكا بيكون عنده مباراة مع مقاتل شرقي. تبدأ المباراة وبيكون كل السجن بيشجع بويكا. بيكون مسيطر على المباراة ضرب طخ تش، برغم ان المقاتل قوي جدا لكن بويكا قاطع عليه مية ونور. وبيضرب بويكا الراجل ده بالايد والرجل والراس والدماغ، وبيسيطر على مجريات المباراة. بيضربه بالضربة القاضية وبيفوز بويكا. بيكون جورج راجع الفندق اللي هو قاعد فيه، ومدير اعماله بيتكلم معاه. في الوقت ده بيكون في شخص غريب دخل اوضه جورج وحط له مخدرات في الكتاب بتاعه. بيوصل جورج غرفته لكن بيتفاجئ ان اللصوص بتعتدي عليه. بيضربهم جورج وبيحاول يستجوب واحد فيهم، لكن زميله بيجي من وراه وبيضربه على دماغه، وبيجري بسرعة من المكان. وبنرجع لبويكا في الحلبة اللي بيتفاجئ ان الملاكم اللي قصاده قام تاني. بيهجم على بويكا لكن اتفاجئ ان بويكا بيشيله وبيرميه على الارض. بيتفاجئ ان بيقوم لتالت مرة. بويكا بيتعصب وبيعمل له الفينش والضربة القاضية. نعرف ان القتالات ديت مراهنات بين رجال الاعمال في السجن، وطبعا اغلبهم بيكون مراهن على بويكا ان هو يكسب النزال. وكل ده بيكون تحت اشراف واحد اسمه جاجا. اليمين بيقول له ان لازم يتصرفوا ويجيبوا حد قوي يقف قصاد بويكا، فبيقول له ما تقلقش، وان هو اتصرف خلاص وجاب حد قوي. تيجي الشرطه في الفندق وبتبتدي تحقق مع جورج في اللي حصل. لما بيفتشوا اوضه جورج بيلاقوا كيس فيه مخدرات. بيسأل الضابط جورج ايه اللي جاب المخدرات دي عندك في الاوضه. بيقول له ان المخدرات دي مش بتاعته. بيقبضوا على جورج وبيحولوه للسجن. الكلام كله بيتكلم عن خبر القبض على جورج. بيتحول جورج للسجن اللي فيه بويكا. بيخش السجن، المساجين كلها بتكون بتتفرج عليه حتى بويكا. ده كله بنعرف ان كل ده بيكون مترتب له ان يخلوا جورج يقاتل بويكا في السجن، فبالتالي الرهانات تزيد. بعدها بيروح جورج يستلم لبس السجن وبياخدوه للحمام عشان يستحمى. لكن جورج ما بيعجبوش الوضع في الحمامات عشان بيكون متعود على الحمامات النظيفة والمياه السخنة. بيرفض يستحمى في المياه الساقعة دي. يهجم عليه الحرس وبيكسرهم وبيكسر بيهم الحمامات، لكن بيستسلم للأمر الواقع وبيبتدي يستحمى عشان الكترة تغلب الشجاعة. خلص جورج الشاور بتاعه وبيكون في طريقه للزنزانة بتاعته. المساجين كلهم بيشتموه وبيتريقوا عليه. واحد من المساجين بيكب عليه كوباية بول وبيقول له دي هدية من بويكا. جورج بيتعصب جدا وبيهجم على المسجون وهيكون هيكسر دراعه. الحرس بيتدخلوا وبيمنعوه على آخر لحظة. أول ما بيخش زنزانته بيحاول ينظف نفسه، وبيشاركوا في الزنزانة زميله مارك اللي بيحاول يسلم عليه، لكن جورج بيكون متضايق جدا. بيتعصب عليه وبيقول له خليك في حالك. وتاني يوم الساعة 5 صباحا جرس السجن بيرن عشان المساجين تقوم تفطر. وبيحاول مارك يصحي جورج عشان لو مصحيش الزنزانة هتتقفل عليه ومش هياكل طول اليوم. وبيقوم جورج ياخد فطاره ومارك بيقعد معاه. وبيحاول مارك يتعرف على جورج وبيسلم عليه. جورج بيكون متعصب ومش بيديله اي اهتمام. في اللحظه دي بيخش الوحش بويكا هو واصحابه. الكل بيقوم يقف لبويكا ما عدا جورج، وبيروح راجل من رجاله بويكا عشان يخلي جورج يقف غصب عنه، لكن جورج بيضربه وبيروح يقوم لبويكا وبيقول له انت بقى بويكا. بويكا بيقول له ان انت كنت بطل بره السجن لكن هنا انا البطل. لكن الكلام ده مش بيعجب جورج وبيكب الميه في وشه، وبيتخانقوا مع بعض وبيسلكوهم الحراس من بعض بالعافيه. وبيروح مدير السجن لبويكا في الزنزانه وبيقول له ان هو ما يكررش ده تاني، وهو كده كده هتجيله الفرصة ان هو يقاتل جورج. وتاني يوم بيجي مدير اعمال جورج ليه في السجن وبيقول له ان هو ما عرفش يخرجه بكفالة. الكلام ده بيعصب جورج جدا وبيسيبه وبيمشي. بيشوف جورج رجالة بويكا هما بيضربوا مارك زميله في الزنزانة. بيمسك رجالة بويكا كلهم وبيقاتلهم وبيجيب حق مارك. وبيشكر مارك جورج على اللي عمله معاه. واثناء كلامهم مع بعض بيكتشف جورج ان هو مدمن مخدرات، وان هما كانوا بيضربوه بسبب ان هو كان عليه فلوس. وبيقول له مارك ان السجن ده مملوك لعصابة كبيرة جدا هي اللي بتنظم القتالات وبتتحكم في السجن كله حتى في الشرطة نفسه. رئيس العصابة دي اسمه جاجا، لكن جورج بيقول له ان هو ما يهموش كل ده، وان لو حد وقف قدامه
قدامه هيخلص عليه. بنشوف بويكا بعد ما بيخلص صلاته في الكنيسة وبيتفاجئ ان رجالته كلهم مضروبين من جورج. وبيروح بويكا لجورج يتكلم معاه، لكن الكلام بيتحول لخناق وبيدخل الحارس ما بين جورج وبويكا وبيسلكوه. وبعدها بويكا بيكون عنده مباراة قتالية وبيمسك خصمه وبيضربه ضربات شديدة جدا بيعلم عليه. وبيكون جورج بيتفرج على القتال، ومع كل ضربة بويكا بيبص لجورج. شوف بويكا وهو عنده مهارات قتالية عالية وبيخلص على خصمه بأكتر من حركة ما بنشوفهاش غير من بويكا. وبيحاول الخصم انه ما يستسلمش قصاد بويكا، لكن بويكا بيجيبه حركة أرض وبيدغدغ دماغه. وبيبص لجورج وبيتحداه في مباراة قتال. بيرجع جورج زنزانة وبيجي ظابط يقول له ان المأمور عايز. جورج بيرفض وبيخش قتال مع الحراس وبيضربهم كلهم. قدروا يسيطروا على جورج وبيقبضوا عليه وبيعذبوه. يجي المأمور وبيقول له ان ممكن حياته في السجن تكون احسن من كده، ممكن كمان يخرجه من هنا ويرجع بلده، بس في حالة واحدة انه يقاتل بويكا. جورج بيرفض فبياخدوه يعاقبوه وبيخلوه ينظف مجال السجن. بيكون جورج رافض جدا ان هو يعمل كده، لكن بيجي راجل عجوز وبيقنعه ان هو يسمع كلام. وفعلا جورج بيسمع كلامهم ويبتدي تنظيف. ولما بيخلص وبيرجع الزنزانة بتاعته بيكون ريحته قذرة جدا. ومارك بيعرفه ان الراجل العجوز اللي قابله تحت اسمه كورت، وان هو كان ضابط في الجيش الروسي. وبيقول مارك لجورج ان انت من المحظوظين اللي ممكن تخرج من حالة ان انت سمعت كلامهم وقاتلت بويكا. وتاني يوم لما بيرجع يكمل شغله يلاقي رجالة بويكا مستنيينه. بيدخل جورج معاهم في قتال وبيمسك أول واحد وبيضربه وبيتنطر لبعيد. يمسك اتنين تانيين بيضربهم لكن بيتمكنوا منه. وهنا بيوصل كورت وبيقاتل معاه وبيمسك واحد يخنقه لحد ما يموت. وجورج بيمسك التاني وبيرميه في المجال. كورت بيفتح الغاز في وش آخر واحد. وهنا بيوصل الحراس وبياخدوا جورج يحبسوه في أوضة مليانة مية. وبيكون جورج خلاص هيفقد وعيه بسبب الريحة الوحشة، بس بيجي كورت وبيديله أكل ومية. بعد كده بتيجي الحراس تاخد جورج وبتوديه الزنزانة. اما بيدخل بيلاقي سفرة عليها اكل نضيف جدا وبيبص قدامه بيلاقي جاجا بنفسه بيطلب منه ان هو يقاتل بوي، لكن لو رفض هيطول معاهم حبتين في السجن. جورج بيقول له ان مدير اعماله هيفضحهم في امريكا وهيخرج من هنا، لكن بيكتشف جورج ان مدير اعماله خانه، هو اللي مرتب كل ده معاهم. بيتضايق جورج جدا من خيانة مدير اعماله ليه، وكان هيقتله لولا الحراس. بيحس انه كله باعه ومفيش قدامه حل تاني. بعدها بيروح واحد لبويكا وبيقول له ان جورج وافق ان هو يقاتله. تاني يوم اثناء تمرين بويكا في نادي السجن بيدخل عليه جورج عشان يتمرن هو كمان. بويكا بيسيب له المكان وبيتوعد بهلاكه. وبيبدأ جورج في التمرين وبيساعده مارك، كذلك بويكا بيستمر في التمرين. الاتنين بيتمرنوا تمارين شاقة جدا استعدادا للمباراة القتالية ما بينهم واللي مستنيها الجميع. وأثناء ما مارك بياخد جرعة مخدرات في زنزانته بيخش عليه رجالة بويكا وبنعرف ان هيخلوه يعمل حاجة لجورج. وجه يوم المباراة والكل بيراهن على بويكا وكل المساجين بتشجعه. ولما بدأت المباراة بيروح راجل من رجالة بويكا يخلي مارك يبدل ازازة جورج بازازة تانية فيها مخدرات. بتكون المباراة قوية جدا وبيكون جورج في الاول هو اللي مسيطر على المباراة، ان بويكا استهزأ بيه كتير وقرر ان هو ما يلعبوش برجله، لان الملاكمة ملعب جورج قدر يسيطر على بويكا بكل بساطة وخلاه يقع على الارض. وهنا الصمت بيعم المكان، هم مش مصدقين ان ممكن جورج يقتل بويكا. بويكا بيقوم بسرعة وبيقرر ان هو يستخدم رجله في القتال، وجورج بيلاقي صعوبة في ان هو يتصدى لضربات بويكا المميتة. يفضل بويكا يضرب فيه لحد ما الجولة الاولى بتنتهي، وبعدها مارك بيديله المايه يشرب. ولما بتبدأ الجولة التانية بيكون جورج مش في تركيزه خالص. بويكا بيستغله وبيضربه ضربات عنيفة جدا وقع على الارض وبيفقد الوعي فيها. وبيفوق جورج تاني يوم وبيلاقي نفسه في المستشفى. بيلاقي جنبه كورت اللي بيعرفه انه اتخدر، وبيعرف ان صديقه مارك هو اللي خدره. وبيروح جورج عشان ينتقم منه، لكن بيلاقي ان هو انتحر ويسيب له رسالة بيعتذر فيها. فبيطلع على بويكا وبيشتمه وبيقول له ان انت بتكسب بالغش. كان فعلا بويكا ما بيكونش عارف باللي رجالته عملوه. بيقول لجورج ان هو ما يعرفش هو بيتكلم عن ايه. بيوصل المأمور وجورج بيقول له ان انت وعدتنا ان انا اخرج من هنا. المأمور بيقول له ان هو مش فاكر اي حاجه من الكلام اللي انت بتقول عليه. فبيتعصب جورج وبيضربه بقوه. الحراس بياخدوه بيربطوه في عز التلج. وبويكا بيروح يسأل رجالته على اللي عمل كده، بيتأكد ان فعلا في اتنين منهم هم اللي عملوها. فبيخلص عليهم بويكا. وبيروح مدير اعمال جورج الجاجة عشان يطلب منه فلوس زياده. فعلا بيديله وبيبعت معاه واحده توصله، لكن اول ما بيركب العربيه على طول بتقتله. وبيفضل جورج متذنب في الساعة لحد الصبح. اما المساجين بيشوفوا جورج وهو متذنب بيصعب عليهم وبيديله بطانية، قربوه كمان كونياك عشان يتدفى.
وبيأكلوه كمان. بعد كده الحراس بيعرفوا فبيجمعوا المساجين كلهم عشان يذنبوهم عشان يساعدوه. بيوصل المأمور وبيهزق جاجا على اللي عمله مع جورج. بيروح جاجا لجورج وبيقول له ان انت لسه معاك فرصة تانية تقاتل بويكا، تاخد حريتك، لكن جورج بيرفض وبيكون خلاص جاجا هيمشي. لكن جورج على اخر لحظة بيقول له ان هو موافق وبيقول له لكن بشرط، وبيطلب منه ان هو يجيب جواكت للمساجين عشان يدفيهم من البرد. فعلا طلبه بيتنفذ. يروح جورج يتدرب في زنزانته وبيجي كورت وبيعرض عليه ان هو يساعده في التدريب. يبقى جورج مقتنع ان هو مش هيفيده في التدريب لكن بيوافق، وبيبدأ كورت يشرح له نقاط ضعف بويكا. نفس الوقت اللي بويكا فيه بيتدرب تمارين قاسية جدا على رجالته، وبنشوف مهارة بويكا العالية جدا في القتال. وفي يوم بيروح جورج الكورت في المكان اللي هو قاعد فيه. كورت بيتكلم معاه عن بنت اخوه اللي ما شافهاش من زمان جدا، وبيعرفه على بنت اخوه اللي اسمها نيكولاي ان هو اصلا في السجن بدل اخوه. لكن جورج بيستغرب وبيساله ليه اخوك ما بيقضيش العقوبه مكانك. يقول له ان اخوه كان ذكي جدا وعنده مستقبل وعيله، لكن هو كان بيشتغل قاتل مأجور فقرر ان هو يضحي بنفسه عشان اخوه. وكده بيكون حكى له سر محدش يعرفه غيره هو. بيستمر بويكا وجورج في التدريبات القاسيه جدا قبل المباراه، تحدد مصير كل واحد فيهم هيكون فين بعد كده. وقبل المباراة بيعلم كورت جورج تكنيك كسر الرجل عشان يستخدمه على بويكا. يجي يوم المباراة وبتبدأ المراهنات، واغلب الناس بتكون بتراهن على بويكا. في نفس الوقت بيكون في مساجين مؤمنين جدا وبيراهنوا ان جورج هو اللي هيكسب. تبدأ المباراة وبيكون قد ايه جورج بارع جدا في التصدي لضربات بويكا. كمان بيهاجم رجل بويكا بضربات قاسية جدا. بيسيطر جورج على الحلبة وبيمسك بويكا يضربه وبيعدمه العافية لحد ما الجولة الأولى بتنتهي. وفي الجولة التانية من المباراة بيبدأ قتال أكثر من رائع من جورج اللي بيكون مسيطر على بويكا جدا. سريعا بيجي بويكا بيرجع لمستواه القتالي وبيهدم جورج العافية. يوقع جورج على الأرض وبيمسكه حركة استسلام، وجورج بيتألم جدا من حركة بويكا لكن بيقدر يفك نفسه منها. تنتهي الجولة التانية وكورت بيقول له إن هو لازم يخلص على بويكا وإلا هتتعفن في السجن زيه. بيدخل جورج القتال وبيكون مقرر إن هو ينهي لصالحه. بيتصدى جورج لحركة خطيرة جدا من بويكا. بيبتدي الإثارة واللعب على الضلوع. بيتصدى لضربات قوية جدا ومميتة من بويكا اللي بيكون خلاص ابتدى يفقد قوته بالفعل. جورج بيوقعه على الأرض وبيبتدي يمسك رجليه، يفتكر كلام كورت فبيكسر رجليه عشان يتم اعلان فوز جورج. بعدها مساجين بعدها بينادوا باسمه، وبعد فوز جورج على بويكا بيتم اطلاق سراحه زي ما كانوا متفقين. وهو خارج جاجا بيقابله بيديله شنطه مليانه فلوس، فبياخد الشنطه وبيروح يديها للمأمور مقابل اطلاق سراح كورت. وبيروح لكورت اللي بيفكر ان هو جاي يودعه، كأنه بيفاجئه ان هو هيخرج معاه. بياخده وبيخليه يقابل بنت اخوه اللي ما شافهاش بقاله كتير جدا. انونا في الجزء التاني من سلسله افلام بويكا. متنساش تشترك في قناتنا وتفعل اللايك والشير عشان يوصلك كل افلامنا. سلام.